السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مختلف شوية، مش هقدم لكم التقديم بتاع البيت في الآخر والأكل كده زي ما بقدمه، ولكن هعمل فيه وصفات كتير. هعمل صينية الحلويات أو السمين، كفتة وكباب، وهنعمل مع بعض طواجن بامية، وهنعمل كمان طاجن عكاوي. دي عزومة كده جوزي بيعملها بعد كل عيد كبير لأصحابه، بس بتبقى بره البيت. تعالوا بقى معايا أقول لكم بنعملها ازاي، بس قبل ما أبدأ لايك وشير وسبسكرايب للقناة. أول حاجة معايا 2 كيلو من اللحمة المفرومة، نسبة دهن فيهم 20 ل25%. هحط عليهم معلقة كبيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كل كيلو لحمة بياخد معلقة من الملح، علشان لو انتي بتعملي كمية اقل، يعني لو هتعملي كيلو كفتة بياخد معلقة من الملح، فدول 2 كيلو هحط لهم 2 معلقة من الملح. كمان هحط معاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. لو مفيش بيكنج باودر ممكن تحطوا بيكنج صودا، بس علشان الكفتة تبقى هشة ومش مكتومة. كمان معايا بصلتين مفرومين فرم ناعم جدا جدا، يعني لازم يبقوا مفرومين في الكبة مش على ايديكي. هاخد التفل بتاعهم وهسيب المية، يعني بعصر البصل بعد الفرم كده، بعصره كويس قوي من المية بتاعته، وباخد تفل البصل ده بحطه على الكفتة. في ناس ممكن تزود انا كنت اوقات بزود برغل، وممكن تعملوها من غير برغل خالص، وهتبقى حلوه. يعني لو هتزودوا برغل بيبقى ربع كوبايه على الكيلو، بتطلع برضو جميله وطريه وهشه. بنفضل بقى نعجن فيها كده لحد لما الكفته بتطلع لي، او اللحمه بتطلع لي خيوط كده من الكفته. كده هي الكفته بتبقى جاهزه. هحطها بقى كده في التلاجة. شايفين متماسكة ازاي؟ هحطها في علبة بقى وهدخلها التلاجة وهي كده جاهزة، عشان هو هياخدها يشويها مع اصحابه بره. انا كده دي جهزت الكفتة. الكباب انا ملحقتش اصوره، ولكن هي بتبقى لحمة نختار جزء، يعني نقول للجزار احنا عايزينها لحمة شوي، تبقى جزء طري مفهوش عظم، مفهوش الجلد اللي بيبقى ناشف ده، تبقى لحمة طرية. وهكتب لكم التتبيلة بتاعتها في صندوق الوصف. التتبيله بتاعتها سهله جدا، وهعمل لكم او هقول لكم فيها كل حاجه ممكن تخلي اللحمه دي طريه وجوسي كده مع الشوي. وهقول لكم كمان تكنيك الشوي بتاعها، لان هي التتبيله بتاعتها زي ما قلت لكم فيها حاجات بتطري اللحمه، فمش بتاخد وقت ابدا ابدا على النار. ما نسيبهاش تتحرق، بس يا دوب بتشم النار من الجنبين وتبقى استوت. بعد كده هجهز بقى صينيه السمين والحلويات دي. ميه مغليه، حطيت فيها جزر، بصل، كرفس، فلفل اسود، حبهان الفلفل الاسود سليم، حبهان وفص مستكه، وسويت الطحال حطيته سليم طبعا، مش بيتقطع ولا بنعمل فيه اي حاجه، بيتسلق سليم. ده الحاجات دي انا بسلقها قبل بيوم. دي كمان الفشه بتاعه الذبيحه يعني، برضو نفس الحكايه، ميه نظيفه وحطيت لها كل المنكهات الحلوه دي اللي بتطلع ريحه حلوه وطعم الشوربه، وسلقت فيها الفشه. الكلام ده كله بيبقى قبل بيوم. نفس الحكاية برضو كرفس، حبهان، ورق لوري، فلفل اسود وبصل وجزر، وبسلق فيهم الفشة بتاعتي وبجهزها قبلها بيوم، هي والطحال، وبسيبهم بقى في التلاجة لحد لما يبردوا خالص، علشان في التقطيع يبقوا عليا سهل التقطيع بتاعهم وكده. بعد كده هبدأ بقى أجهز البامية. حطيت في صينية معلقة كده كبيرة من الزبدة ومعاها زيت، وهنزل عليهم باللحمة. اللحمة أنا مقطعها قطع صغيرة، هرش عليها رشة من الفلفل الأسود، وهنزل عليهم ببصلاية مفرومة صغير. هنا كنت حسيت ان اللحمه قليله وزودت عليها. هحط عليهم كمان ورقه لوري، ابقى عدة ورق اللوري اللي انا حطيت 3، وهحط 3 فصوص من الحبهان عدهم، علشان بعد كده اطلعهم منها. والبصل اللي احنا حطيناه ده انا عايزه اقول لكم ما بيبقاش باين خالص في الباميه، هو بيدوب وبتستوي فيه اللحمه، وما بيبقى اختفى فعلا. هفضل بقى اقلبها كده لحد لما اقفل المسام بتاعه اللحمه عشان تبقى من جوه طريه وجوسي. بعد كده هنزل عليها بميه مغليه. بصوا شايفين الميه انا حطاها قد ايه، يا دوب مغطيه اللحمه. وبعد كده هغطي عليها واسيبها تتسوى، او هي مش بتبقى تسويه كامله، بتبقى نص تسويه، بس بتشرب الميه دي، وبتبقى استوت نص تسويه. ببدا بقى اطلع هنا الحبهان وورق اللوري اللي انا عديته،
وبعد كده ببدأ أنزل في النص على الزبدة اللي عندي بمعلقة كبيرة من التوم المفروم ومعاها فلفل أحمر مفروم، وهبدأ أقلب فيهم بقى كده. شايفين الريحة بقى بتطلع، عايزة أقول لكم رهيبة رهيبة رهيبة، أنا نفسي تبقوا شمانها. بنزل معاهم بمعلقة من الكزبرة الناشفة، وابدأ أقلب اللحمة مع الثوم مع الكزبرة. هنزل عليهم بمعلقة من الصلصة واديها تقليبة كده كمان، وبعد كده هنزل عليهم بالبامية. البامية دي أنا مش سلقاها، البامية دي فريش مش مجمدة، بس حطيت عليها كده ايه، حطيتها شويه في ميه سخنه ومعاها عصير ليمونه. وبعد كده هنزل عليهم بعصير طماطم مضروبه ونص عصير، يعني نص ليمونه معصوره. وهسيبهم بقى يغلوا ويغلوا ويستووا كده مع بعض لحد لما الزبده بتاعتي والزيت بيطلعوا كده على الوش بتاع الباميه. كنت حاطه فيها بقى كمان قرن فلفل كده حامي علشان يديني طعم حلو من غير ما يخليها حراقه. هنا بعد بقى ما استوت ببدأ احطها في الطواجن بتاعتي علشان ادخلها الفرن تاخد وش وتبقى التسوية برضو اكمل التسوية بتاعتها في الفرن، بتبقى حلوة قوي. شايفين ده كده شكلها بتبقى خطيرة. لو عندك بقى ليا ممكن كمان تعملي طشة لون بالثوم باللية عليها في الاخر، بس انا الحقيقة ما كانش عندي فاكتفيت بان هي تبقى كده. هبدأ بقى احضر العكاوي، مية مغلية، فلفل، ورق لوري، حبهان، فص مستكة، كرفس وبصل وجزر طبعا. وهبدأ انزل بالعكاوي بتاعتي، هبدأ اسلقها قبل بقى ما اجهز لها الخلطة بتاعتها. الشوربة بتاعتها بتبقى طالعة صافية وجميلة كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اطلعها بعد ما اتسلقت من الشوربة وهسيبها على جنب، وهبدأ اجهز في الخلطة بتاعت العكاوي. معلقة سمنة بلدي كده حلوة، وهنزل عليها ببصل متقطع شرايح. هبدأ اشوح البصل ده في الزبدة كده، مش بحمره، انا عايزة بس لونه يبقى شفاف شوية. هنزل عليه معلقة صغيرة من الثوم، وهقلب كله مع بعض. وبعد كده هنزل بالعكاوي بتاعتي، اقلبهم بقى كده مع البصل والثوم، اخلي اللحمه كده بتاعت العكاوي دي تشرب من طعم البصل والثوم. وبعد كده هنزل عليهم بفلفل متقطع، فلفل الوان مع فلفل اخضر، وهنزل عليهم بمعلقه صلصه و4 طماطمات مضروبين في الكبه من غير ميه خالص، يعني معمولين بيوريه كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشه جوز الطيب، رشه من ال7 بهارات. واخدت حوالي كوبايه ونص كده من الشوربه بتاعه العكاوي. زودت الخلطه دي بيها، وهسيبها بقى تستوي كده مع بعض كمان شويه قبل ما انقلها في الطواجن. وطبعا ظبطت الملح بتاعي. بعد ما سبتها كده تغلي نقلتها في طواجن زي ما انتم شايفين ودخلتها الفرن. انا ده كل الكلام ده بقى بيحصل كان تاني يوم، العكاوي والباميه والكلام ده كله كان تاني يوم، او هو نفس اليوم بتاع العزومه يعني. طلعت كده بقى الطحال من التلاجة، وبدأت ان انا اخد القشرة اللي بتبقى من بره، وهبدأ اقطعه كده شرايح زي ما انتم شايفين. هو بيبقى ليه زي جلدتين، جلدة تخينة من بره وجلدة خفيفة بتبقى قريبة ليه. بنشيل الجلدة التخينة اللي بتبقى من بره دي. بعد كده بقى هقطع الفشة. بصوا تقطيعها سهل ازاي وطالعة متماسكة علشان هي سقعت في التلاجة. عندي كمان كلاوي. هبدأ اقطع كده الكلاوي بتاعتي، بقطعها الاول سليمه وبعدين بشيل الجلد عشان ما تتفرولش وانا بقطعها من السكينه، خصوصا لو السكينه بتاعتك مش حاميه. ممكن بقى نحط كبده كمان مع الكلاوي دي، ممكن نحط قلب مع الكلاوي دي، وبتبقى بنشوحها معاها ونعملها بنفس الطريقه. انا هنا جبت معلقه من الثوم المفروم ومعلقه من الفلفل المفروم، وحطيت معاهم معلقه صغيره من الكزبره، وهحط الكلاوي والفلفل الاسود، وهحط الكلاوي دي معاهم، وهبدا اقلبها في التتبيله بتاعه الثوم دي، واسيبها على جنب. كل ده كده انا بحضر للصينيه بتاعه السمين دي. زيت بقى كتير في صينيه تكون واسعه كده وكبيره، وهبدا احمر فيه الفشه بتاعتي من على كل جنب كده زي ما انتم شايفين.
طبعا التقطيع ده حسب ما انتوا حابينه، في ناس بتحب تقطع الحلويات دي او اللي هي حلويات العجل دي، يعني بيحبوا يقطعوها صغير، وفي ناس بيحبوا يقطعوها كبير زي ما انتوا حابين. انا حبيت اقطعها كبير عشان اللي مش بيحب حاجه يعرف يلاقيها وما ياكلهاش، واللي بيحب حاجه يعرف يلاقيها في وسط التقطيع. بعد كده ركنت الفشه على جنب، وهبدا احمر في الطحال برضو من الجنبين كده زي ما انتوا شايفين، لحد لما بياخد لون. ما سيبوش يتحرق، بس هو مجرد ان هو بس ايه بياخد لون. وطبعا حطيت الدهون اللي بتبقى حوالين الكلاوي، والدهون اللي يعني الدهنه اللي بتبقى دي بحطها كده تتحمر معاهم، بتنزل بقى في الزيت وبتديله بقى طعم تاني. بعد كده انا كنت عامله ممبار، هسيب لكم اللينك بتاع الممبار تحت في صندوق الوصف، انا عامله الممبار قبل كده في القناه. هبدا احمره، بس نصيحه مني حمروا الممبار سليم وبعدين قطعوه. انا هنا قطعته الاول، ففي شويه رز كده نزلوا في الصينيه، انا شلتهم بعدين، بس حمروه سليم. هنا بقى دي الكفته اللي انا عملتها قدامكم من شويه، خدت منها حته صغيره وعملتها كور كده، وبدات ان انا احمرها في الزيت، وبرده طلعتها. اخر بقى حاجه احطها هي الكلاوي بتتبيله التوم بقى بتاعتها دي. اول ما بتنزل في الزيت، عايزه اقول لكم بتطلع ريحه فظيعه علشان التوم والكزبره اللي معاها والفلفل. هبدا احط بقى 7 بهارات او خلطه ال11 بهار برضو بتبقى حلوه، وهبدا انزل تاني بمعلقه كبيره من التوم بعد ما الكلاوي دي اتحمرت، وهنزل بفلفل اخضر متقطع وفلفل حامي وبصلايه كده متقطعه. لو معاهم كبده كمان بتبقى حلوه قوي. هبدا بقى اقلب كل الخلطه دي كده مع بعضها. هنا زودت ملح، يعني ظبطت بقى الملح بتاعهم كلهم مع بعض. هبدأ بقى اقلب كل الكلام ده. انا حطيت هنا الكلاوي والفشة والطحال والكفتة والممبار حطيتهم، والكفتة كمان كنت حطاها معاهم في التقليبة دي. وبعد كده حطيت بقى الممبار في الاخر خالص على الوش، وزينته كده بشوية من البقدونس. بيتاكل طبعا مع جرجير بيبقى رهيب. دي كده الطواجن بتاعه البامية والطحال، البامية والسوري والعكاوي. وعملت بقى شويه سلطات. عملت سلطه بطاطس، الحاجات دي هتلاقوها بقى في الفيديو الجاي في كل السلطات بالتفصيل. سلطه بابا غنوج، وكمان عملت سلطه البطاطس الروسيه. كل ده ان شاء الله هيبقى في الفيديو الجاي. هقول لكم كل اسرار السلطه الخضراء اللي احنا بناكلها عند الحاتي بالذات، بيبقى ليهم كده سلطه مخصوص. هقول لكم 3 اسرار ليها بيخلوا طعم السلطه وريحتها رهيب. كمان هنعمل سلطة الطحينة، وهقول لكم برضو كل أسرار سلطة الطحينة وإزاي بيعملوها في المطاعم علشان طبعا يزودوها، وإزاي احنا المفروض نعملها في البيت. هنعمل سلطة البنجر مع بعض للناس اللي عندهم أنيميا أو مش بيحبوا البنجر، هعملها لكم بطريقة قمر هتعجبكم جدا. وكمان هيبقى في معايا زيادة عن السلطات دي كمان سلطات تانية. وكمان هيكون معانا في الفيديو الجاي كل السلطات بتاعت بيتزا هات ان شاء الله. استنوني في الفيديو الجاي ما تنسوش. وده كده بقى التصوير بتاع جوزي مصور وهما بيشووا ومجهزين الكفته ومجهزين حاجتهم. من موقعي هذا بقول له كل سنه وانت طيب يا حاج، وعقبال كل سنه، وبألف هنا وشفا على الكلو. يعني اتمنى الاكل يكون عجبهم ان شاء الله. و يعني عقبال السنه الجايه ان شاء الله يكون فيها حاجات احسن واكتر. لو بقى بتتوتري من العزومات وبتبقى مسببه لك مشكله، وحابه ان انا اعمل لك فيديو ازاي تنظمي وترتبي لو عندك عزومه، اكتبي لي تحت في التعليقات، وان شاء الله يبقى الفيديو اللي بعد السلطات فيديو ازاي ترتبي عزومه قبلها.